السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم يا طلاب الفرسان؟ النهاردة ان شاء الله هنبدأ محطة جديدة في الوحدة التانية، وهنشرح اول درس بعنوان ملامح من تاريخ مصر الفرعونية. تابعوا معانا. والنهاردة هنشرح بإذن الله درس الاول في الوحدة التانية، ملامح من تاريخ مصر القديمة. العلماء لقوا ان التاريخ الفرعوني تاريخ كبير جدا، فجه واحد اسمه مانيتون السمنودي قسم التاريخ المصري الى 30 اسرة. كلام جميل، كلام جميل. اللي بعده المؤرخين وهم بيكتبوا عن تاريخ الحضارة الفرعونية قسموا الاسر دي الى دول. قسموا الاسر الى دول. يبقى مانيتون السمنودي الاول قسم التاريخ المصري الى 30 اسره. كلام جميل. بعد منه المؤرخين قسموا الحضاره المصريه الى ثلاث دول بتفصل ما بين الدول دي عصور اضمحلال واضطرابات، زي ما هنعرف كل حاجة النهاردة بإذن الله. قال لك قسم المؤرخ المصري القديم مانيتون السمنودي قسم ايه؟ قسم تاريخ مصر الفرعوني الى كم اسرة؟ 30 اسرة حاكم. تمام. ثم قسمهم المؤرخون الى 3 دول تميزت بالقوة والازدهار، ويفصل بين كل دولة وأخرى عصر ضعف واضمحلال. يبقى الأسر معانا 30 أسرة. مين اللي عمل ال 30 أسرة دول وقسمهم؟ مانيتون. تمام. بعد كده المؤرخين عملوا ايه؟ المؤرخين قسموا الأسر إلى دول. بين كل دولة ودولة في عصر انهيار. ويسبق هذه الدول عصر يعرف بالعصر العتيق. يعني قبل الدول دي في عصر من العصور سموه العصر العتيق. كلام جميل. ايه هي العصور بقى التاريخية؟ العصر العتيق الأسرتان الأولى والثانية. عصر الدولة القديمة الأسرات من 3 ل 6. عصر الانتقال الأول من 7 ل 10. عصر الدولة الوسطى وده عصر الرخاء الاقتصادي، سموه عصر الرخاء الاقتصادي من 11 ل 12. عصر الانتقال الثاني من 13 ل 17. عصر الدولة الحديثة من 18 ل 20. العصر المتأخر من 21 ل 30. واحد هيقول لي مستر، هو احنا لازم نعرف ترتيب الأسر؟ هقول لك للأسف لازم تعرف ترتيب الأسر. طب ليه يا مستر؟ علشان ساعات بيجيب سؤال غلس يقول لك أقل عصر اضمحلال كان عصر أقل عصر فيه اضطرابات كان عصر. طب عصر العتيق فيه كم أسرة؟ أسرتين. عصر الدولة القديمة فيه 3. عصر الانتقال الأول وده الحد الفاصل ما بين الدولة القديمة والدولة الوسطى. عصر الانتقال الأول هو الحد الفاصل بين عصر الدولة القديمة وعصر الدولة الوسطى. عصر الانتقال الأول فيه كم أسرة؟ فيه 3. عصر الانتقال الثاني فيه كم أسرة؟ فيه 4. عصر الدولة الحديثة فيها كام؟ فيها 2. عصر المتأخر فيه كام؟ 30 من 21 فيه 9. تمام؟ العصر العتيق يقصد بكلمة العتيق يعني شديد القدم
يقصد بالعصر العتيق يعني شديد القدم. العصر العتيق أهم ملوكه الملك مينا نعرمر اللي احنا عرفناه فين في الدرس الثاني في صلاية نعرمر من النقوش. الملك مينا مؤسس الأسرة الأولى، مؤسس الأسرة الأولى. طب عملت إيه يا مينا؟ قال لك أنا وحدت القطرين، وحدت القطرين البحري والقبلي، الوحدة التاريخية. يبقى كده نعرفه في أول حاجة في نواتج التعلم إن أول وحدة لمصر سياسيا كانت في العصر الايه؟ في العصر العتيق. أول وحدة سياسية لمصر وتوحيد حدود مصر كانت على يد الملك مينا. بنى مدينة منفر، القلعة البيضاء. طب انت بنيت قلعة او بنيت مدينة او عاصمة جديدة للبلاد ليه؟ لان اهم حاجة وحدة البلاد بيكون لها عاصمة، البلد بيكون لها عاصمة. فبنى عاصمة منفر علشان يأكد وحدة مصر سياسيا وإداريا. البلد أو المكان أو الدولة بيبقى ليها عاصمة واحدة. فالملك مينا بنى عاصمة جديدة لتبين وتؤكد حاجة مهمة، إن مصر دولة موحدة، والهدف من مدينة منفر حاجة واحدة، إن مصر هي كتلة واحدة لها حكومة مركزية واحدة، لها عاصمة واحدة، لها مركز حكم واحد. يبقى الملك مينا أول حاجة عملها وحد القطرين البحري والشمالي. يعني كده قبل منه كانوا منفصلين، وحدهم وبنى عاصمة، بنى عاصمة ليؤكد وحدة مصر سياسيا. طيب الملك مينا مات، الملك مينا مات، وكان لسه بيكون فيه النزعة الانفصالية. يعني ممكن حكام الجنوب وحكام الشمال يهدوا الوحدة اللي هو عملها بموت الملك مينا. فالملوك اللي جم بعد الملك مينا في العصر العتيق فكروا في سياسة كويسة يضمنوا بيها وحدة البلاد، يضمنوا بيها وحدة البلاد. ففكروا قال لك نعمل ايه علشان مصر تبقى دولة موحدة زي الملك مينا ما عملها. قالوا بصوا ايه رأيكم نتزوج من الجنوب ومن الأقاليم المصرية، الحكام المصريين اللي جم بعد الملك مينا فكروا في فكرة ان هم يتزوجوا من الأقاليم المصرية. طب ده يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى الترابط الاجتماعي، يؤدي الى الترابط الاجتماعي. ما ده هيبقى اخو ده وده هيبقى اخو ده، هيبقى في ترابط اسري يعني ترابط اجتماعي. وفكروا في حاجة تانية، قال لك ان الدين مهم جدا عند المصريين، الدين مهم جدا عند المصريين. يبقى احنا نحترموا الآلهة الأقاليم اللي كانت موجودة، نحترموها، وفي كل عيد من عيد الآلهة اللي موجود في كل إقليم نحضروه. فاتبعوا سياسة حكيمة. أول حاجة
المصاهرة والجواز. تاني حاجة الاهتمام بالشؤون الدينية لآلهة حكام الأقاليم. يبقى أول حاجة اتبع ملوك العصر العتيق سياسة حكيمة للربط بين الصعيد والدلتا، يعني قبلي وبحري، بعد اتحادهما عن طريق المصاهرة وازدواج الألقاب، الاهتمام بالأعياد الدينية في أرجاء البلاد. المصاهرة وازدواج الألقاب قلنا دي العلاقة الاجتماعية. الاهتمام بالأعياد الدينية يعني الدين، يبقى اهتموا بالعلاقات الاجتماعية والهوية العقائدية اللي هي الدين. تمام كده؟ تمام كده، ركز معايا ما تسرحش. طيب أهم خصائص العصر العتيق، لما يجي يقول لك أهم خصائص العصر العتيق، كلمة خصائص في حد ذاتها معناها المميزات. أهم مميزات العصر العتيق كانت إيه؟ لو هنبصوا على العصر العتيق ده كله، إحنا ممكن نطلع المميزات من غير ما نبص. أول حاجة الملك مين عمل إيه؟ بنى حكومة موحدة قوية مركزية، تمام، بناء عاصمة موحدة للبلاد. 3 الاهتمام بالشؤون الدينية لآلهة الأقاليم، برافو. 4 ايه تاني؟ المصاهرة، يعني الزواج بين الوجه البحري والوجه القبلي. يبقى أهم خصائص يعني المميزات توحيد مصر تحت حكومة مركزية قوية من أقدم الحكومات. يبقى دي حاجة اشتهرت بها الحضارة الفرعونية عن بقية الحضارات. ايه هي؟ وجود حكومة مركزية واحدة للبلاد. ده كانت فين ده؟ في العصر العتيق. في العصر العتيق تأمين وحدة البلاد بين الدلتا والصعيد، يعني وبناء مدينة منف، بناء مدينة منف. طيب اهتموا بالشؤون الايه؟ العمرانية. طب بنوا مدينة منف ليه؟ تأكيد مصر دولة موحدة، ليها حكومة واحدة وليها عاصمة واحدة. الاحتفاظ مصر بالاستقلال الكامل وتوطيد الأمن. يبقى ايه تاني؟ يبقى تمتع العصر العتيق بإيه؟ بالاستقرار. يعني العصر العتيق يتوافق مع مفهوم مين؟ مفهوم ولد يورانت. ليه مفهوم ولد يورانت؟ علشان ولد يورانت بيقول أهم حاجة في بناء الحضارة إن الدولة تكون مستقرة، إن الدولة تكون مستقرة. طب والعصر العتيق الدولة كانت مستقرة وفيها أمن ولا لأ؟ فيها أمن. عارفين ليه؟ هقول لكم حكاية كده ليكم. عارفين ليه ملوك العصر العتيق اهتموا بالمصاهرة والآلهة؟ لأن كان في قبل منها وحدة
بس ما كملتش، كانت في وحدة بس ما كملتش، والحكام ساعتها اتخذوا مدينة أنهوليوبوليس اللي هي عين شمس دلوقتي، بس الوحدة دي ما كملتش. فجه الملك مينا وقدر يوحد القدسين. فالملوك اللي بعد منه خافوا لحسن بعد كده بعد موت الملك مينا يحصل انفصال، ففكروا بالمصاهرة والزواج بين الأقاليم الوجه البحري والقبلي، وفكروا في الاهتمام بالشؤون الدينية لضمان أو لإظهار احترامهم لآلهة الأقاليم وإظهار الترابط الاجتماعي. تمام كده العصر العتيق. يلا بينا نخش على عصر الدولة القديمة. عصر الدولة القديمة زي العصر العتيق، مفيش وجه اختلاف كتير جدا، لكن هنقوله حاجة في العصر العتيق قبل ما نخلصوه، ان في نهاية العصر العتيق اضطربت العصور الامور السياسية ليبدأ عصر جديد يبدأ بالازدهار وهو عصر الدولة القديمة. طب عصر الدولة القديمة قلنا في وجه تشابه كبير جدا بينه وبين العصر العتيق. ايه وجه التشابه؟ العصر العتيق ده لو انا قلت لك ان اتبنى فيه اهرامات، يبقى انت كده هتفكر في كذا حاجة. هنفكر في ايه؟ اول حاجة هنفكر ما دام اتبنى اهرامات يبقى العصر الدولة القديمة اهتم او كان من مميزاته الامن والاستقرار. تمام؟ ايه تاني؟ توافر الامن والاستقرار، ويبقى فيه وفرة الثروات المعدنية، وجود حكومة مركزية قوية، وجود مدينة او عاصمة للبلاد. صح الكلام؟ اهو مدام عصر الدولة القديمة بيسموه عصر بناة الاهرام، ومدام هو عصر بناة الاهرام في بنى حد يقدر يبني وفي مشاكل في عنده محدش يقدر يبني. طيب وعشان تقدر تبني يبقى لازم في حكومة مركزية، اكيد لازم بناة اهرام يعني في صخور ومعادن، الصخور والمعادن دي يجيبوها من المحاجر، يبقى وفرة الثراء، سيادة الامن، بناء ملوكها الاهرامات الضخمة. لذلك سمي عصر الدولة القديمة بعصر بناة الاهرام. حد فيكم يقدر يجيب لي وجه تشابه بين عصر الدولة القديمة والعصر العتيق؟ وجود حكومة منظمة قوية البنيان موجودة فين؟ في العصر العتيق. كثرة الموارد وزيادة الثراء موجودة. سيادة الأمن موجودة. لكن الحاجة الوحيدة اللي فيها اختلاف هي بناة ملوكها الأهرامات. يبقى نقول يختلف العصر العتيق عن عصر الدولة القديمة بناة الأهرام. بناة الأهرام دي الحاجة الوحيدة اللي بتميز العصر العتيق. انتهى عصر الدولة القديمة. يبقى احنا كده داخلين بعد وجود الأمن والاستقرار إلى حالة من الاضطرابات، حالة من الاضطرابات بعد قيام أول ثورة اجتماعية شملت أنحاء البلاد ليبدأ عصر الضعف والإضمحلال وهو عصر الانتقال الأول. مستر يبقى كده مستر انت قلت لي الحد الفاصل ما بين الدولة القديمة والدولة الدولة الوسطى عصر الانتقال الأول. طب نهاية العصر القديم أو سبب انهيار العصور القديمة هي الثورات الاجتماعية، هي الثورات
الاجتماعية. كلمة الاجتماعية يعني جاية من كلمة الشعب. صح؟ صح. يبقى أكيد اللي ظلم الشعب ده فئة أعلى منه، اللي هم الفرعون وحاشيته. يعني أنا أقدر أقول يا مستر إن الحد الفاصل ما بين عصر الدولة القديمة وعصر الدولة الوسطى الثورات الاجتماعية. يعني اقدر اقول كمان ان الحد الفاصل بين العصر الدولة القديمة وعصر الدولة الوسطى ظلم الشعب المصري. اه. تمام. تمام. حدثت اول ثورة اجتماعية في عهد الملك بيبي الثاني، احد ملوك الاسرة الستة، الذي اعتلى العرش وعمره 6 سنوات وحكم 94 سنة. راجل عاش 100 سنة، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. كانوا معمرين في الارض، الناس بتعيش كبرهم 60 70 سنة، وده دخل في المية، وتولى حكم مصر وهو عنده 6 سنين، ليصبح صاحب أول فترة حكم في التاريخ. واتسم أواخر عهده بالضعف وانهيار سلطة الحكومة المركزية. يعني راجل عاش 100 سنة وصاحب أطول فترة حكم في التاريخ، صاحب أطول فترة حكم في التاريخ. طيب، أدت، ممكن نقول، خلي بالك من التركات اللي أنا بتكلم فيها، خلي بالك من التركات. ممكن اقول ان ادت طول فترة الحكم الى انهيارات في العصور التاريخية. حدد انهي عصر، هقول له حدد انهي عصر، هقول له عصور الدولة القديمة. ليه هقول له كده؟ لان هقول له الملك البيبي الثاني حكم مصر وهو عنده 6 سنين وعاش 94 سنة. حكم مصر 94 سنة وتولى حكم مصر وهو عنده 6 سنين. فطول فترة الحكم أدت إلى إيه؟ أدت إلى الانهيار. أكيد سنه كبر، لما سنه كبر إيه اللي حصل؟ بدأت عليه علامات الشيخوخة، ضعفت معاه الدولة، بقى القرارات تتاخد غلط. فكانت 100 عام ده سبب في الانهيار الدولة القديمة. انهيار الدولة القديمة، وانهارت الدولة القديمة على يد الملك مين؟ بيبي الثاني. تمام كده؟ خدنا العصر العتيق، خدنا العصر الدولة القديمة. يلا بينا نروح بقى على عصر الدولة الوسطى والرخاء الاقتصادي والفلوس والدلع والزراعة والصناعة والحياة الحلوة دي كلها. بس قبل ما نروح للرحلة دي هنروح لعصر الانتقال الأول. عصر الانتقال الأول قلنا أي عصر اسمه انتقال يبقى فيه اضطرابات، وما دام فيه اضطرابات هيبقى فيه ضعف في الدولة. طب الدولة ضعيفة يبقى فيها حكومة، يبقى عدم وجود حكومة مركزية قوية. طب ما فيش حكومة مركزية قوية، أكيد حكام الأقاليم هيكون نفسهم يرجعوا للسلطة بتاعتهم تاني. يبقى إيه؟ ازدياد نفوذ حكام الأقاليم. يعني إيه ازدياد نفوذ حكام الأقاليم؟ يعني تحولت مصر من عندها حكومة مركزية إلى اللامركزية.
يعني ايه عدم وجود حكومة مركزية الى اللامركزية؟ يعني اصبح كل اقليم مختص بنفسه منفصل عن الدولة سياسيا واداريا وماليا وعسكريا. الاقليم منفصل عن بقية مصر. عرفتوا ليه كان مينا عمل حكومة مركزية قوية؟ للوحدة. فأصبح في عصر الانتقال الأول انتقلت مصر من الحكومة المركزية إلى الحكومة اللامركزية، أشبه بالنظام الفيدرالي الأمريكي، يعني قريب منه كده، قريب. تمام. يبقى كل إقليم كان مختص بذاته. أول حاجة فين؟ في عصر الانتقال الأول. اهم خصائص قلنا كلمه انتقال جابت لنا كلمه اضطرابات. بص الاضطرابات عملت لنا ايه؟ دخلتنا في اللي هو الخصائص بتاعته. فقد الملوك السيطره. ما دام الملك فقد، الدوله تضعف، الحكومه تضعف. الحكومه تضعف يبقى مفيش امن. طب مفيش امن، حكام الاقاليم هيطمعوا تاني ان هم عايزين يعيدوا امجادهم، هيستقلوا بالاقليم بتاعتهم عن الدولة سياسيا وماليا واداريا وعسكريا. ازدياد نفوذ حكام الاقاليم، فلم يدينوا بالولاء للملك. ملك مين يا عم؟ ده راجل مش عارف يسيطر على البلاد. وامتنعوا عن دفع الضرائب، يعني لم يدينوا بالولاء للملك سياسيا، وهم كمان ما فيش عندنا فلوس. ماليا، اضطراب الامن وظهور عدم الاستقرار، فسادت الفوضى في كل مكان، واهملت القوانين، وزادت اعمال السلب والنهب. الفوضى بقت في كل مكان، وزادت اعمال السلب والنهب، وهكذا انتشرت الفتن، فانهارت البلاد حتى قامت الاسره ال11، ليبدأ عصر جديد وهو عصر الدولة الوسطى. يبقى في حدود فاصلة ما بين عصر الدولة القديمة وعصر الدولة الوسطى، وإيه هو عصر الانتقال الأول. ده من خصائصه أهم حاجة تميزه ازدياد نفوذ حكام الأقاليم. ازدياد نفوذ حكام الأقاليم. عصر الدولة الوسطى سموه عصر الرخاء الاقتصادي، وهنعرف ليه. من أشهر ملوك عصر الدولة الوسطى الملك منتحتب الثاني. الملك منتحتب الثاني راجل عبقري. الملك منتحتب الثاني لما جه لقى مصر فيها حالة فوضى، فيها حالة فوضى، وحكام الأقاليم كل واحد مختص بالإقليم بتاعه ومنفصل بيه عن الدولة. الراجل ده يعمل ايه عشان يرجع الوحدة السياسية والإدارية لمصر؟ الراجل العظيم منتحتب الثاني ده أعاد توحيد البلاد وجعل عاصمتها طيبة. يعمل ايه؟ أخضع حكام الأقاليم. راح لكل حاكم من حكام الأقاليم، في اللي جم عن طريق السلم وفي اللي جم عن طريق الحرب، حاربهم لغاية لما أخضعهم. ولما أخضع حكام الأقاليم رجعت مصر لوحدتها الإيه؟ السياسية والإدارية، وأضعف نفوذ كبار الموظفين. الراجل ده في وجه تشابه بينه وبين واحد من الملوك الدولة العصر العتيق. مين هو؟ أعاد توحيد البلاد، ومينا وحد البلاد. يبقى في تشابه ولا مفيش تشابه؟ يا متعلمين يا بتوع المدارس يا طلاب الفرسان يا جامدين، في تشابه من الملك منتحتب الثاني ومين تاني؟ والملك مينا، في إعادة توحيد البلاد. في وجه تشابه تاني، ده عمل عاصمة اسمها طيبة، والتاني عمل عاصمة اسمها منفر. صح ولا لا؟
أخضع حكام الأقاليم وأضعف نفوس كبار الموظفين. يبقى الملك منتحتب الثاني أعاد سيطرة الدولة إلى ما كانت عليه في العصر العتيق وعصر الدولة القديمة. بعد ما حصل الاستقرار السياسي في عهد منتحتب الثاني، جه الملك امنمحات الأول. مصر رجعت تاني سياسيا وإداريا وحكومة مركزية قوية في عهد الملك منتحتب الثاني. الملك امنمحات الأول أضاف أو تمتع بالاستقرار السياسي والإداري ده، وبدأ يعمل نهضة اقتصادية. بدأ يعمل نهضة اقتصادية. طب هتعمل لنا ايه يا ملك امنمحات الأول؟ قال لك أول حاجة أنا هنقل العاصمة من طيبة إلى أسيتاوي. لاحظ هنا إن في العصر العتيق كانت من نفر، في عصر الدولة الوسطى كانت عاصمة مصر طيبة، بعد كده الملك امنمحات الأول وداها في أسيتاوي. يعني في نقل للعاصمة حصل 3 مرات لحد دلوقتي. أول حاجة كانت العاصمة من نفر اللي عملها الملك مينا. في عصر الدولة الوسطى تم بناء عاصمتين، واحدة في طيبة في عهد الملك منتحتب الثاني، وتاني مرة في عهد الملك امنمحات الأول. طب إيه الهدف اللي أنت تنقل يا امنمحات الأول العاصمة إلى أسيتاوي؟ قال لك عشان تكون قريبة من الدلتا. دلتا يعني نهر نيل، يعني تكون قريبة من الزراعة، وتكون عاصمته على مقربة من منطقة خصبة ليستغلها في مشاريع التوسع الزراعي. يبقى انت نقلت العاصمة من طيبة الى أسيتاوي لهدف اقتصادي عندك، وفي نفس الوقت هدف سياسي. تبقى قريبة من مركز القرارات وتكون قريبة من مشاريع الاقتصادية. يبقى هدف أسيتاوي من نقل العاصمة كان هدف اقتصادي وهدف سياسي. هي العواصم بتبقى هدفها سياسية، ولكن امنمحات الأول نقلها بهدفين، ضرب عصفورين بحجر. أول عصفور اقتصادي عشان تكون جنب المشاريع الاقتصادية الزراعية اللي هيعملها، وتاني هدف تكون على مقربة من القرارات التي يتخذها. يبقى دول أول ملكين. بعد كده جالنا مين؟ سنوسرت الثالث وامنمحات الثالث. سنوسرت الاول او سنوسرت رقم 1، بعد كده سنوسرت الثالث، بعد كده امنمحات الثالث. اهم اعمالهم تشييد الكثير من المباني في مختلف البلاد. يبقى ده تقدم ايه؟ تقدم العمراني. تقدم العمراني. تاني حاجة الاهتمام بالري والزراعة، تقدم اقتصادي. يبقى اهتموا سنوسرت الثالث وامنمحات الثالث بالتقدم العمراني، وايه تاني؟ والاهتمام بالري والزراعة. دول عصور الدولة الوسطى. نقوله تاني مراجعة سريعة. في عصور الدولة الوسطى جه منتحتب الثاني لقى مصر فوضى،
عمل ايه؟ اخضع حكام الاقاليم. ايه تاني؟ اخضع حكام الاقاليم واعاد توحيد مصر سياسيا تاني. جاء بعد منه، استفاد بعد منه ابن محات الاول وعمل نهضة اقتصادية. جاء بعد منه ابن محات الاول وعمل بعد منه نهضة اقتصادية. استفاد منها في ايه؟ اول حاجة راح جاي عمل نقل العاصمة من طيبة اللي كان عاملها من تحتب الثاني الى اسيد تاوي. ليه يا عم ابن محات؟ قال لك والله علشان تكون قريبة من المشاريع الاقتصادية اللي انا بعملها. انا عايز استفيد من الاستقرار السياسي والامن واعمل حضارة واعمل نهضة اقتصادية. تمام تمام يا عم. ايه تاني؟ قال لك عشان تكون قريبة من القرارات التي اتخذها. جه بعد ابن محات الاول سنوسرت الثالث. بعد كده جه مين؟ جه ابن محات الثالث. الاتنين عملوا مشاريع كبيرة جدا في الري والزراعة وانشأوا الكثير من المباني. نخش بقى على ايه؟ عصر الانتقال الثاني، الاسرات من 13 ل 17، وده سموه عصر ضعف واضمحلال. ايه اللي حصل؟ ضعف البلاد وتمزقها وتنازعها بين الملوك والامراء. الله، هو عصر الاضمحلال الثاني زي عصر الاضمحلال الاول؟ ما ده عصر اضمحلال. ما ده عصر اضمحلال يعني في اضطراب، يعني مفيش حكومه، مفيش فالدوله بتنهار. ازدياد الصراع والتنافس على السلطه بين حكام الاقاليم. رجعوا تاني حكام الاقاليم، وقد ادى ذلك الى اضطراب احوال البلاد وطمع الاعداء فيها، ولذلك سقطت مصر في يد الهكسوس 1730 قبل الميلاد. يبقى تعرضت مصر للغزو الخارجي في انهي عصر؟ يبقى اول، تعال نكتبوها هنا كده، اول تعرض مصر للغزو الخارجي كانت في عصر الاضمحلال الثاني. صح كده؟ صح كده. ليه الدولة لما بتضعف؟ الدولة لما بتضعف بيتكلب عليها الطامعين فيها. طب الهكسوس دول مين هم؟ قال لك قبائل رعوية. قبائل رعوية، مين الناس دي؟ قال لك دول قبائل رعوية جم من آسيا. اللي كان بينبهنا ليهم مين؟ جمال حمدان. وقال لك في طريقين لآسيا، طريق بتاع سوريا ودول طريق آسيا. جاي من ايه؟ جايين من آسيا، والهكسوس جايين من آسيا. قال لك الطريقين دول لا يقلان خطرا وأهمية. الخطر بتاعهم في العصور القديمة تمثل في مجيء الهكسوس اهو. تمثل في مجيء الهكسوس عن طريق آسيا. تمام؟ ولكن من هم الهكسوس وكيف انتهى خطرهم؟ قال لك دي قبائل رعوية جاءت من آسيا. اللي كان بيحذرنا منهم جمال حمدان، واحتلت مصر واتخذت من مدينة أواريس عاصمة. فين أواريس دي؟ منطقة في تل السبعة بفقوس، محافظة الشرقية. يبقى كانوا هم بيحكموا مصر، كانوا بيحكموا مصر. عملوا ايه؟ عملوا عاصمة، عاصمتهم كانت مدينة أواريس.
عاصمة الهكسوس كانت مدينة أواريس. فين؟ في محافظة الشرقية، يعني في شرق مصر. يا ولاد الايه، انتوا خدتوا مصر كده ليه؟ هو ما عادش فيه رجاله في مصر؟ اصبروا، ده احنا هنسحبوا دلوقتي السكاكين والصدادات والسيوف والبلا الازرق كله هيطلع عليكم. اصبروا بس. يبقى اهم حاجه عندنا في الهكسوس دول قبائل رعويه، عرفنا. جم من اسيا، ده جمال حمدان حذرنا منهم. حذرنا من الطريق دوت، وقال لك الطريق ده لا يمثلان خطرا واهميه. يبقى اول خطر جه لمصر من عن طريق اسيا في عصر الانتقال الثاني عند مجيء الهكسوس. طب جم ليه دول؟ عشان مصر ضعيفه في الوقت ده. عرفتوا ليه؟ لما الدوله تضعف بيطمع فيها الكاسرين، يتاخد منها ارض، يتاخد منها كل شيء موجود فيها. ليه؟ عشان انت ضعيف. لكن زي ما قال الريس العافي محدش ياكل لقمته. العافي محدش هياكل لقمته. طلع لهم العافي للهكسوس. قضى امراء طيبه حركه الكفاح ضد الهكسوس حتى هزموهم بقياده احمس. احمس ده بقى ليه قصه. ايه قصه احمس؟ والله قصه احمس جميله. ابوه طلع يحارب الهكسوس. ابوه طلع يحارب الهكسوس، دب طخ دب طخ دب طخ، مات. اخوه طلع برضه يحارب الهكسوس. كان احمس عيول صغير كده، حلو صغير كده، بيهزر وبتاع. بيهزر. اخوه جه مات. مين اللي مات منهم؟ اخوه وابوه. مات بسبب مين؟ مات بسبب الهكسوس. فامه وزوجته اعانوه على محاربه الهكسوس، بقوا يحمسوه. بداوا يكبر احمس وبداوا يحمسوه في مهاجمه الهكسوس وطردهم عن مصر. كبر الشاب احمس وقال للهكسوس اللي ما يعرفش او اللي يعرف يحضر الجن ويصرفه يعرف ان الجن هيقرفه. انا احمس. وبالفعل طردهم شر طردة من مصر. وكان أحمس مؤسس الدولة الحديثة. عصر الدولة الحديثة. عصر الدولة الحديثة اسمه عصر المجد الحربي. ليه مجد حربي؟ ده في حروب كتير. في حروب كتير. وحروب ايه انتصر فيها المصريين؟ انتصر فيها مين؟ المصريين. عشان كده سموها عصر المجد الحربي، كثرة الحروب فيها. بدأت مصر في تكوين جيش قوي، دولة قوية محدش ياكل لقمتها، يحافظ على أمنها ويواجه الأخطار داخلية وخارجية. يعني الجيش كان مهمته زي مهمة الشرطة، حفظ الأمن الداخلي وأيضا حفظ الأمن الخارجي. يحقق طموحاتها في تكوين امبراطورية واسعة. انتوا اللي صحتوا الوحش. احنا ناس كانت مسالمة وكنا محتفظين بحدودنا، فينا شوية اضطرابات، جيتوا اتهجمتوا علينا وخدتوا ارضنا، ضربناكم بالجزمة وهناخدوا ارضكم. خلي بالك من مصر في تاريخ حياتها. مصر في تاريخ حياتها، يعني ده اللي لاحظته في تاريخها. تاخد الصدمة. لما بتاخد الصدمة او بتاخد الغفله اللي بتبقى فيها وتفوق من الصدمه بترجع اقوى. مصر بترجع اقوى بكتير جدا جدا جدا. والتاريخ شاهد على هذا العصر. شوفوا مصر في 25 يناير 2011 و30 يونيو خدت في 25 يناير الصدمه، الاقتصاد وقع، الدنيا انهارت، مش عارفه ايه. اهو جه الرئيس دب 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 دب، جيش قوي، اقتصاد، نقل، مش بترجع اقوى من الاول، بترجع وحش بجد والله. ولذلك سمي عصر الدولة الحديثة بعصر المجد الحربي. ليه؟ مصر عملت فيها توسعات
بنت فيها امبراطورية. يعني ايه كلمة امبراطورية يا مستر؟ يعني دولة مترامية الأطراف، وخدت أراضي الدول المجاورة. من أشهر الملوك طبعا عمهم أحمس. أحمس بعد ما خلص من هكسوس كان عنده شوية مشاكل كده في الجنوب، قال له أروح أخلصها على السريع. اتجه إلى الجنوب بعد انتصاره على الهكسوس لمواجهة بعض الاضطرابات، ثم قام بإصلاحات داخلية. شرفت وأنست عم أحمس، جزاك الله كل خير. نيجي بعد منها البنات عشان ما تزعلش، الملكة حتشبسوت. دي كانت ست ولا بتاعت حروب ولا بتاعت دوت ولا، يعني ست عايزة تتاجر كده، فاتحة دكان وعايزة تتاجر مع بلاد بونت وتجيب شوية بخور وشوية عطور والكلام ده كله. وعملت أول رحلة تجارية لبلاد بونت، قامت بنشاط تجاري واسع حيث أرسلت رحلات تجارية إلى بلاد بونت. يبقى ده بلاد بونت اللي هي الصومال. بصوا على عصر المجد الحربي، في حرب، في انتصارات، يعني في عسكرية. حتشبسوت تجارية. لاحظوا معايا، تحتمس الثالث ده اللي قام بتكوين امبراطورية مصرية واسعة، وقاد المصريين في معركة مجدو ضد حلفاء أمراء سوريا بقيادة أمير قادش. أمير قادش كان في سوريا، تمام. الملك تحتمس الثالث بدأ يعمل امبراطورية مصرية. مش انتوا بقى احمس جاي من عندكم من سوريا؟ طيب تحتمس الثالث راح لهم هناك، خد ارضهم، خد ارضهم. انتوا اللي جيتوا في الاول، انتوا اللي جيتوا علينا في الاول، انتوا اللي بداتوا النكش، واحنا في النكش ما اقولكش. هو الكلام كده ده. فتحتمس الثالث راح لهم هناك سوريا بقياده امير قادش، خد الارض. فامير قادش حب ياخد الارض من تحتمس الثالث. تحتمس الثالث راح جاي عمل معركه اسمها معركه مجدو، انتصر فيها على امراء قادش، انتصر فيها على امراء قادش في معركه مجدو. ويبقى كده هو تحتمس الثالث حافظ على الامبراطوريه المصريه. حافظ ولا ما حافظ؟ حافظ. بنى امبراطوريه ولا ما بناش؟ بنى. حافظ عليها؟ حافظ. حبوا ياخدوه منها، خدها منهم وانتصر عليهم في معركه مجدو. حبيب قلبي بعد منه اخناتون. اخناتون لقى فيه الهه كتير. قصه اخناتون جميله جدا. اخناتون لقى الهه كتير، فالراجل قعد يفكر ويبتكر كده، وقعد في الركن البعيد الهادي وقال لابد من توحيد الإله، ولابد من توحيد الإله. ده هنا في كذا إله، رع وخبري وأتوم وحتحور وي 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 وي، مش الإله بس يا معفن، تمام. فالراجل ده دعا إلى عبادة الإله الواحد، تمام، ورمز ليه برمز الشمس. هو مش رمز الشمس اللي هو ده الإله، لا، هو قال إن في قوة هي أو قوة خارجية هي اللي بتدي القوة للشمس إن هي تصدر نور، فكان بيعبد القوة الخارجية دي، فرمز ليها برمز الشمس. طب عملت إيه من محتب الرابع يا إخناتون؟ قال لك أنا عملت ثورة دينية. ودعا لعبادة معبود واحد وهو الإله أتون، وعمل مدينة ليه اسمها مدينة أخيتاتون. ثورة دينية،
طب ليه ثورة دينية؟ أصل المصريين كان عندهم الآلهة بتاعتهم المتعودين عليها، وكان كبار الكهنة بيسترزقوا بالمعنى البلدي كده من إيه؟ من الآلهة والإيه؟ والقرابين التي تقدم. فكده عمل إيه؟ عمل زعزعة في المجتمع المصري، في طبقة الكهنة، والكهنة كانوا علية القوم. معنى ان الكهنة الآلهة بتاعتهم ما يكونش لها وجود، معنى ان الكهنة ذات نفسهم بره. فبدأ الكهنة يسلطوا الناس على انهم حطب الرابع اللي هو اخناتون ده اتجن، ده مش عارفه ايه. فحصل زعزعه اجتماعيه في المجتمع المصري، والراجل دوت كان فكره عالي، ولكن ادت هذه الثوره الى دخول البلاد في حاله من الفوضى. ليه؟ اصلك الثوره الدينيه اللي عملها اخناتون عملت زعزعه اجتماعيه في المجتمع ما بين الكهنه والشعب، وما بين اخناتون نفسه. في بعض الشعب اللي بيقول لك، في مقولة بتقول ايه؟ الناس على دين ملوكهم. تمام؟ ففي بعض الشعب المصري راح للديانة الجديدة بتاعت اخناتون، وفي بعض الشعب المصري استمر في عبادة الآلهة بتاعته. حصل انقسام ايه؟ انقسام ديني، حصل فيه انقسام طائفي في عهد مين؟ في عهد اخناتون. بسبب ايه؟ الراجل فكر عايز يعبد اله واحد، الاله اتون. طب مصر حصل فيها انهيار كده الدولة الحديثة بيحصل فيها انهيار. طلع لهم حور محب قال لهم الكلام ده مش عندي، الكلام ده مش عندي. بعد موت اخناتون تولى حور محب، لقى في اضطرابات، عمل ايه؟ اصدر القوانين والتشريعات لتحقيق الاستقرار الداخلي. اصدر القوانين والتشريعات. ليه؟ هو انت يا ملك كان من حقك تصدر القوانين؟ ايوه طبعا، ده انا الفرعون، ده انا الفرعون. والقضاء على الفوضى التي حدثت في عهد اخناتون، فاعاد البلاد امنها واستقرارها. يعني كده الملك حور محب كان يملك السلطة الايه؟ كان يملك السلطة التشريعية. كان يملك السلطة التشريعية. السلطة التشريعية يعني القوانين، إصدار القوانين واللوائح. فحور محب أعاد استقرار مصر عن طريق استخدام سلطته التشريعية. تمام؟ يعني أصلح حور محب ما أفسده إخناتون. رمسيس الثاني قاد معركة قادش ضد الحيثيين في آسيا، وانتهت بعقد أول معاهدة سلام. التاريخ بين الطرفين. رمسيس الثاني يتشابه مع تحتمس الثالث. يتشابه في ايه معاه يا مستر؟ ان هما الاتنين حافظوا على الامبراطورية المصرية. الراجل ده عمل معركة قادش يعني عمل حرب، وعمل معاهدة سلام يعني سلام. يعني اقدر اقول بطل الحرب والسلام. رمسيس الثاني عقد اول معاهدة سياسية بين الطرفين، بين مصر والحيثيين. يعني كانت اول ظهور للسياسة الخارجية المصرية.
السياسة الخارجية المصرية. واقول لكم على الاشد اللي مش موجود هنا، خد عيال الحيثيين يتعلموا في مصر. عملت كده ليه يا رمسيس الثاني؟ قال لك عشان العيال لما تتربى في مصر وتتعلم في مصر يكون لهم الولاء لمصر، وما يقدروش بعد كده يهددوا الامبراطورية المصرية. شايف الفكر؟ شايف الفكر؟ طب اهم خصائص الدولة الحديثة ده انت تطلعها من دماغك، اظن الشرح عالمي. تكوين امبراطورية مصرية واسعة خاض ملوكها العظام حروبا دفاعية، زي تحتمس الثالث في مجد ورمسيس الثاني في قادش. قيام بنشاط تجاري حتشبسوت مع دول اسيا وافريقيا. حتشبسوت راحت لبلاد بونت في افريقيا اللي هي الصومال قلنا. يعني حصل اول ثورة دينية زي ثورة اخناتون. بعد كده حصل ايه؟ حصل عصر الاضمحلال، عصر المتأخر، العصر المتأخر. بعد كده بعد مصر ما كانت امبراطورية مترامية الأطراف، في العصر المتأخر الأسرتين ال21 وال30، من 21 ل 30 حصل ايه؟ عاشت مصر حالة من الضعف والتفكك. خسرت مصر كل ممتلكاتها في الخارج. يعني ده نقطة تحول مصر إلى ما كانت عليه قبل العصور الحديثة. رجعت مصر لحدودها تاني. فين؟ في العصر المتأخر. ليه؟ بسبب الضعف والتفكك اللي حصل في مصر. سيطرة الاحتلال الأجنبي على مصر الذي بدأ بالاحتلال الفارسي، يعني إيران. طب وإيران فين يا مستر؟ يعني في آسيا. ثم بعد كده احتلال اليونان للبلاد، يعني الغرب، يعني أوروبا. وهكذا انتهى العصر المتأخر وانتهى معه العصر الفرعوني. يبقى انتهى العصر الفرعوني باحتلال مين؟ بالاحتلال الفارسي والاحتلال اليوناني. في العصر الحديث، في عصر الانتقال الثاني، مصر احتلت من الهكسوس، ولكن ليس ايه؟ ليس انتهى العصر الفرعوني. لكن في العصر المتأخر ده حصلت حاجة غريبة جدا. حصلت حاجة غريبة أوي 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 أوي. ايه الحاجة الغريبة اللي حصلت في العصر المتأخر؟ قال لك الأسرة ال26. الأسرة ال26 مالها الأسرة ال26؟ قال لك ظهر فيها ملكين، واحد اسمه ابسماتك الأول، واحد اسمه ابسماتك الأول، والتاني ابنه اسمه نخاوي التاني. مالهم الاتنين دول؟ ابسماتك الأول طلع من وسط الضلمة وحكم مصر، عايز يحكم مصر وحكم مصر. طب لما حكم مصر عمل ايه؟ بدأ يعيد لمصر أمجادها ويحقق لمصر الوحدة بين الأقطار والأراضي بتاعتها. تمام. اسمه ايه الملك ده؟ ابسماتك الأول، وابنه الملك نخاوي الثاني. يبقى الفترة القصيرة اللي هم عاشوا فيها ابسماتك الأول أو نخاوي الثاني، يعني الأسرة ال26، المؤرخين سموها عصر النهضة. يبقى الأسرة ال26 في العصر المتأخر العلماء سموها إيه؟ سموها عصر النهضة. الأسرة ال26 سموها عصر النهضة، مع إنه في العصر المتأخر. يعني عصر النهضة الأسرة ال26، والعصر المتأخر
من الأسرة 21 ل 30، لكن الأسرة 26 ظهر فيها ابسماتك الأول ونخاوي الثاني، أعادوا لمصر أمجدها، وبعد كده ماتت الحضارة الفرعونية كلها بالاحتلال الفارسي ثم الاحتلال اليوناني. لو هنبصوا على الحضارة المصرية القديمة كلها هنلاقوا فيها مميزات جميلة جدا. أول ميزة فيها القدم، دي من أقدم الحضارات في العالم، تاريخها يوصل ل7000 سنة. يبقى أول ميزة بتتميز الحضارة المصرية بإيه؟ بالقدم. تاني حاجة الأصالة. لما تدرس الحضارة الفرعونية مش هتلاقي إن الحضارة الفرعونية اعتمدت على ناس غيرها علشان تقوم حضارتها، ولكن اهتمت واعتمدت على المصريين في قيام حضارتها، وده بيميزها بالإيه؟ بالأصالة، لأنها اعتمدت على عقول وجهود أبنائها. يبقى ملامح الحضارة المصرية القديمة القدم، الأصالة، التواصل الحضاري. يعني مصر كانت منفتحة على حضارات العالم، يعني تأثير وتأثر. مصر ما كانتش دولة منعزلة، الحضارة المصرية ما كانتش حضارة منعزلة، بل نشرت في العالم نور المعرفة والعلم، وتأثرت بها حضارات الشرق والغرب بمستويات مختلفة. رابع ميزة وهي مهمة جدا، التدين، الدين. المصري القديم أساسا عنده لغاية تاريخ الساعة المصري في دمه دين. المصريين القدماء كانوا ما هم مش لاقيين الدين كانوا بيعملوا ايه؟ يا اما بيعبدوا الحيوانات اتقاء للشر او جلبا للمنفعه، جابوا الحيوانات عبدوها. طب بعد كده اتطور شويه، جابوا راس الانسان او راس الحيوان وحطوه على راس انسان. الدين حاجه اساسيه في الحضاره المصريه وفي المصري ذات نفسه، سواء المصري القديم او المصري الحديث. التقدم، لانها تقدمت في جميع المجالات وتركت للبشريه نماذج من العلوم والاداب والفنون واذهلت عقول العلماء. زي مين اللي بيثبت ان الحضاره المصريه متقدمه؟ زي برديه ابرس. برديه ابرس بينت لنا ان الحضاره المصريه متقدمه في العلوم. الاستمراريه، لانها استمرت الاف السنين دون انقطاع. اي نعم كانت بتضعف، اي نعم مصر تضعف، ولكن لا تموت. حصل عصر الانتقال الاول، جاء بعد منه عصور وسطى تقدم. حصل عصر الانتقال الثاني، حصل بعد منه ايه؟ حصل بعد منه الدولة الحديثة، مجد الحربي. تمرض مصر ولا تموت، تمرض مصر ولا تموت. وبهنا يا أبطال الفرسان في الصف الأول الثانوي نكون خلصنا عنوان الدرس بتاعنا النهاردة، وكان بعنوان ملامح من الحضارة المصرية القديمة. متنسوش تعملوا لايك وتتابعوني على القناة ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.